تخيلوا يا صبايا معاكم ساعة لحتى تجهزوا الفطور. شو ممكن تجهزوا بهاي الساعة؟ لما تصحوا بعد الظهر في مجال إنه تساووا أشياء بدكم إياها كتيرة، وفي مجال إنكم تشتغلوا. يعني الواحد بيشتغل على مهله وأقل من مهله، بيخلص شغله بس يجي الإفطار بيكون مجهز كل شيء. بينما إذا كان باقي ساعة على الإفطار وإنتوا لسه مو مجهزين شيء، راح تكونوا ملهوجين وتشتغلوا بسرعة، ويمكن تزبط الطبخة معاكم ويمكن ما تزبط، غير إنه بفوتنا وقت الصلاة وما بياخد الواحد أجر. المهم يا جماعة، في وحدة راحت فيها نومة من بعد صلاة الفجر، نامت وضلت نايمة لحد ما قرب يأذن المغرب، يعني بده شي ساعة بيأذن. فاقت وصارت تلطم على راسها، ولي على قامتي هلأ بيجي جوزي ما بيلاقي شي. وجوزها كان طالب منها تعمل له كبة مقلية وكبة لبنية. فكرت إنه توصي جاهز بس ما بتلحق، كمان المطاعم قربت تسكر. بعدين خطر ببالها إنها تساوي شوربة عدس. إيه شوربة عدس، لا تستغربوا. المهم عملت هالشوربة وصارت تسكب بها الصحون. سكبت هالصحون وراحت توزعهم للجيران، ووزعت لكل بيت صحن شوربة، وكل بيت من بيوت الجيران أعطاها صحن. هيك كانوا زمان الناس يسكبوا لبعضهم، يعني الجيران. بس هلأ راحت كأن الموضة، هلأ قليل ما حدا بيسكب لحدا، مو مثل الأول. كانوا زمان يأذن المغرب من هون كل شوي ندق الباب، وكل حدا من الجيران جايب سكبة، وصير تبادل بالأكلات. المهم كل واحد يسكب للتاني، يلي طابخ مجدرة ويلي طابخ محشي، وهيك تكتر السفرة. المهم مالكن بطول السيرة، هاي المرة سكبت لكل بيت من بيوت الجيران سكبة، يعني صحن شوربة. قاموا هن أعطوها كل واحد أكله، كل واحد عامل أكل شكل. وقامت وحطت هالصحون على هالسفرة، وصارت هالسفرة أشكال وألوان، شي شيخ المحشي، وشي كبة مقلية، وشي كبة لبنية، وشي يالنجي، وشي فتوش، وشي تبولة. ومن كتر ما هو حظه حلو كانوا الجيران عاملين كبة مقلية وكبة لبنية، يعني على طلب جوزها. المهم صار وقت الأذان وإجا جوزها وشاف هالسفرة، طار عقله، قالها إمتى لحقتي تساوي كل هالشي؟ مبين كتير مغلبة حالك. قالت له له يا ابن عمي، غلبتك راحة. قالت له من لما طلعت على دوامك وأنا بلشانة ما نمت كرمالك ابن عمي، جهزت لك كل شي بتحبه وتتمناه. المهم قعد على هالسفرة وأكل لحتى انتفخ، وقال لها يعطيك العافية، أول مرة بتساوي شي طيب بحياتي، عن جد ما دقت مثل هالأكل، عن جد كتير طيب. قالت له ايه صحة وهنا على قلبك. وقالت بقلبه لو ما كذبت عليك كنت ورجيتك، بس يلا مو مشكلة، المهم مرت على خير. المهم تاني يوم راح جاب لها هدية، خاتم ذهب. قالت له شو هذا ابن عمي، شو المناسبة جايب لي خاتم ذهب؟ قال لها بتستاهلي أكتر من هيك، عم تتعبي لأنه. هون إبليس ارتكى وحط رجل على رجل وسلمها القيادة. قال خلاص أنا تقاعدت لأنه لقيت أشيطن مني. المهم يا صبايا، هاي عجبتها الفكرة وصارت كل يوم نفس الشي تعمل، وهيك ضلت على طول شهر رمضان تعمل بها الشوربة وتوزع لها الجيران، لا تتعب ولا شي، وتضل نايمة لبعد العصر. وجوزها من كتر ما عم ياكل أكلات طيبة كل يوم شكل وكل يوم لون، وصار يحبها أكتر وأكتر. مثل ما بتعرفوا أقرب شي لقلب الرجل معدته، ومن كتر الأكلات طلع له كرش، وأبو كرش يصون ولا أبو عضل يخون. المهم